هي كلها هتبقى رجال اعمال، وكلها هتعمل بيزنس اونلاين وتكسب وهي قاعده في البيت وكلها هتبقى اصحاب مشاريع وخلاص، محدش هيشتغل عند حد. لا، مش ده خالص هدف الكورس. انا لما قلت ادي كورس ازاي اخليك تعمل بيزنس اونلاين وازاي تبدا رحلتك اونلاين، وقلت ان بالعلم الرحله اسرع، انا ما كانش قصدي خالص ان كلها تبقى رجال اعمال. لكن لا، انت ممكن تبقى موظف، بس موظف عند نفسك، وموظف بكرامه، وموظف بالسعر اللي انت عايزه. من ضمن الحاجات اللي بتعلمها في الكورس ازاي ان انت تدير حملات ناجحه مثلا على الفيسبوك. ممكن تدير حملات ناجحه وبروفيشنال بقى، بشكل بروفيشنال، مش بتكلم على الاعلانات العشوائيه اللي احنا بنشوفها دي. ممكن تبدا تعلن عن نفسك ان انت بتدير حملات لصالح شركات ب 3000 جنيه مثلا في الشهر، وده مش ما يجيش نص مرتب واحد من اللي موجود في الشركات دي. لما يلاقوا حد بروفيشنال بيقدم لهم الخدمه دي، انت ممكن تعمل 10 عملاء تشتغل لهم خلال الشهر، تلاقي نفسك بتدخل 30000 جنيه في الشهر وانت قاعد في البيت، ما بتبذلش مجهود، ما بتركبش مواصلات، ما بتروحش، ما بتجيش. في نفس الوقت ممكن تعمل في الفيديو ماركتنج، ممكن تتعلم المونتاج، وممكن تتعلم ازاي تعمل فيديو وتكريت وترفع وتدير، وتقول يا جماعه انا راجل بعمل مونتاج للفيديوهات وتتحاسب بالفيديو. لو انت برضو هنفترض ان انت هتسوق نفسك، يا جماعه انا راجل بعمل فيديو مونتاج لصالح الشركات، انا بعمل فيديو مانجمنت، انا بعمل اداره للفيديو لاي شركه ب 5000 جنيه في الشهر، وتجيب لك 10 عملاء تعمل لك 50000 جنيه في الشهر وانت قاعد في البيت. لا، انت ممكن تبقى موظف عند نفسك، تعمل حملات جوجل ادورد، تعمل حملات استهداف، تعمل اعلانات على اليوتيوب، تنشئ محتوى على اليوتيوب، تساعد الناس تكريت قنوات على اليوتيوب. يعني انت ممكن تاخد الكورس الكامل وتلاقي نفسك بتشوف انت بتنجح في ايه او لقيت نفسك في ايه، وابدا اتقنه وتعلمه وابني لنفسك كوميونتي على الانترنت، وابدا اعلن، قول يا جماعه انا بعمل كذا مقابل كذا. وهنا تقدر تجيب عملاء يعملوا عندك نفس الشغل اللي انت اعلنت عنه، وتعمل مبلغ ممتاز جدا اخر الشهر وانت قاعد في البيت وبقيت موظف عند نفسك. بتشتغل في الوقت اللي يناسبك، بتشتغل بالطريقه اللي تناسبك، بتختار العملاء، هكمل مع ده مش هكمل مع ده، ده بيديني فلوسي ده ما بيدينيش فلوسي، ده بيطور مني ده انا بطور منه، وتبدا تنقي وتختار وتكبر في البيزنس. بعد شويه توصل للمرحله اللي بعد كده. لكن تابعوا معايا الكورسات.